مساء الخير على اجمل فانز عندي في صفحه عمرو مصطفى. عايز النهارده اوضح شويه حاجات، طبعا ده بسبب الهجوم الكبير اللي في كل القنوات على التلفزيون في رمضان، والهجوم الكبير جدا اللي كان عليا. كلمه يريد هنوضحها، لان البرامج اللي طلعت فيها في رمضان ما كانش فيها المساحه ان انا اقدر اوضح واتعمل فيها منتجات كتيره جدا. كلمه يريد انا كان قصدي بيها ان الكلمه دي مش دارجه عندنا في بلدنا، او كلمه تحس ان هي مترجمه. انا دايما لما كنت بفتح قناه الجزيره اتفرج مثلا لما يجيبوا ضابط اسرائيلي او يجيبوا سفير الاسرائيلي او يجيبوا اي حد من اسرائيل بيقعد يقول نحن نريد، احنا نريد. فالكلمه استفزتني بس فطلعت قلتها، لان انا دايما متعود ان انا اقول اللي في قلبي. واولا انا بقالي 12 سنه بعمل لكم اغاني، يعني البيبي الصغير اللي كان لسه صغير خالص ده بقى عنده 12 سنه يعني بيتكلم في السياسه. اللي بيقول لي ما تتكلمش في السياسه، مين اللي خلى المخرجين والممثلين اللي طلعوا في الثوره واللي كلموا واللي قال لك انا هقطع باسبوري لو ما مشيش؟ مين اللي قال كده؟ على فكره انا ما بدافعش عن الرئيس خالص، انا دلوقتي بدافع عن بلدي. عايز منكم طلب، احنا صلاه الفجر ممكن اكون منزل الكليب ده لو لحقت هنزله قبل صلاه الفجر. انا عايز منكم كل واحد في صلاه الفجر ينزل للامام بتاع الجامع يقول له اللي حصل ده صح ولا غلط، لان الموضوع ده حصل لي امبارح وكان معايا معارض صاحبي يعني معارض جدا يعني. فرحنا للشيخ سالناه انه صح ولا غلط، قال لك لا يجوز، رسمي مفيهاش كلام، بس قدر الله ما شاء فعل. وده اللي كل المصريين بيقولوه، قدر الله ما شاء فعل، ربنا رايد كده واحنا كلنا مؤمنين بقدر، لكن لا يجوز. وانا ما عملتش حاجه غلط، انا عملت اللي ديني بيقول لي عليه، غير كده ما عنديش كلام. ربنا سبحانه وتعالى اداني شهره، الشهره دي لو انا ما استغلتهاش في الوقت اللي بلدي محتاجاني فيه مش عايزها، هحتاجها في ايه؟ لو انا ضليتكم، لو عايزين اضلكم ممكن اضلكم، مفيش عندي مشاكل. الايه اتقلبت، يعني انا دلوقتي لما بقول ان انا عدوي امريكا واسرائيل، دلوقتي في الوقت اللي انا بقول فيه انا عدوي امريكا واسرائيل، نفس الوقت دوت اللي مايكل نبيل فيه في ناس بتنزل تدافع عنه. هو مين عدوي؟ الايه اتقلبت. هو اللي يطلع يقول عدو اسرائيل الناس تهاجمه، والناس اللي تطلع زي مايكل نبيل يطلع يتكلم يقول انا بحب امريكا واسرائيل، وانا امريكا واسرائيل دي بالنسبه لي هي الديمقراطيه، وانا بالنسبه لي اسرائيل دي بلد ديمقراطيه جدا، الناس كلها تنزل تتضامن معاه على المدونه بتاعته؟ ازاي؟ ايه اتقلبت؟ اسماء محفوظه لما تطلع دلوقتي تطلع تقول انا امريكا اللي خرجتني من المحاكمه والناس كلها تتضامن معاها. ايه يا جماعه؟ هي الايه اتقلبت؟ هم قالوا لنا احنا مش هنتدخل في محاكمه الرئيس، وبعد كده نشوف اسماء بتقول انا امريكا اللي خرجتني، يعني هي تدخلت في محاكمه. المنطقه اللي احنا بنتكلم فيها دي خطره جدا. انا من واجبي عليا كربنا سبحانه وتعالى اداني ناس بتسمع كلامي او بتثق في عمرو مصطفى، ان انا ضميري يحتم عليا اما اشوف حقائق انتوا ممكن ما تشوفوهاش، رجل الشارع ما بيشوفهاش، انا ممكن بعلاقاتي ابقى عارف حاجات من في الوسط بتاعي تقدر توصلني لحقائق كتيره جدا انت المواطن العادي مش عارفها، ولا احد يجرؤ الان في الاعلام ان هو يقولها. انا من واجبي كمواطن مصري ان انا اقولها. الموضوع ملوش علاقه ان انا اتكلم في السياسه او ما اتكلمش في السياسه، احنا هنقعد لغايه اما بلدنا تتقسم زي البلاد العربيه ما اتقسمت، وزي ما احنا شايفين مثلا في العراق وزي ما شايفين مثلا في ليبيا. لا، انا ربنا سبحانه وتعالى لما اداني الشهره، اداني الشهره عشان في وقت مصر محتاجاني ان انا اقول فيها كلمه حق، قلت انا يا جماعه ضد الفساد، وقلت انا ضد الفساد، وفي مجالي انا قلت انا ضد الفساد. فده لا خلاف عنه. في قنوات كتيره بتتبع دول عشان يدمروا بلدنا. في واحد طلع دكتور بيطري كده بيقول لك البناؤون. لا، وريني القناه بتاعتك اسم الحزب بتاعها ايه، عشان كده انت اتكلمت على البناؤون، وانا كان قصدي بالبناؤون البناؤون الاحرار، وممكن كلكم تخشوا على جوجل تشوفوا كلمه البناؤون الاحرار وايه قصد البناؤون الاحرار وعايزين ايه، وما علاقتهم بالماسونيه، وما علاقتهم بفيلم القادمون. فياريت كلنا نخش نشوف. انا يا جماعه مش سياسي، انا بتكلم من قلبي اللي انا بشوفه واللي انا بقراه واللي انا بعرفه. وعايزكم يا جماعه يا ريت تخش على اليوتيوب نتفرج على فيلم القادمون قبل ما نحكم على اي حاجه. يا ريت، ده مهم جدا ان انتوا تبقوا فاهمين انا قصدي ايه من الحوارات اللي عملتها في رمضان. ناس كتيره جدا اتفضحت في رمضان لان انا سبت وضحيت بكل حاجه عشان بلدي. انا عارف ان انا كل يوم ناس بتخسرني، بس هم مش فاهمين. انا عارف ان هم هيرجعوا تاني. اي حد هيخسرني النهارده او هيكره عمرو مصطفى النهارده هو جاي لانه هيشوف الحقيقه بعد كده وهيعرف عمرو مصطفى قال ايه. بعمل كل ده عشان ضميري، عشان قلبي مش قادر ان هو يقول حاجه غلط. انا ممكن كنت عملت زي فنانين كتيره وسيستكوا وتمام و100 100 وجماعه ثوره هي والحاجات اللي هي الهبله دي. مفيش حد مجنون على فكره هيبقى ناجح ومشهور ومعروف،
مفيش حد مجنون هيبقى عنده 12 سنه من النجاح المتواصل. بحبكم قوي قوي قوي، كل سنه وانتم طيبين، والعيد قرب ان شاء الله، واشوفكم قريب في توك شو كبير جدا ومن اضخم البرامج اللي هتتعمل في مصر، عشان نكشف بس كل الفتنه شو اللي بتحصل. الفتنه، لان البرامج دلوقتي بتاعت التوك شو بقت فتنه كلها بالكذب. بحبكم قوي، كل سنه وانتم طيبين، تصبحوا على خير.